إذا عزموك ناس ما تعرفهم على الغداء وكلهم كانوا يبتسمون، لكن ما شفت ولا طفل واحد بينهم، شنو راح تسوي؟ كنت راجع من رحلة تصوير بالصحراء ولمحت قرية ما قد شفتها بحياتي. الغريب انها مو موجودة بأي خريطة، كل شيء فيها كان مثالي بشكل مو طبيعي. البيوت نظيفة والشوارع فاضية والناس كلهم يبتسمون. استقبلوني كأني واحد منهم، عزموني على الأكل وعطوني هدايا، وقالوا لي إني وصلت بأفضل وقت لأن اليوم كان يوم الضيافة. وبالبداية حسيت إنهم مجرد ناس طيبين، لكن مع الوقت بديت ألاحظ في شيء غريب. ما كان في ولا طفل واحد بالقرية، ولا واحد. كل ما سألت عنهم كانوا يغيرون الموضوع وكأن السؤال ممنوع. وقبل غروب الشمس بشوي لاحظت شيء ثاني. قدام كل بيت كان في كرسي فاضي، نفس الكرسي نفس المكان قدام كل باب. ولما سألت عنه ابتسموا بس، ما جاوبني ولا واحد. بالليل بدأت الاحتفالات، فوانيس، أغاني، ضحك ورقص. كل شيء كان طبيعي إلا شعور واحد، الشعور إني مو مرتاح. فجأة وقف كبير القرية بالنص ورفع صوته وقال: حان وقت الضيف الأخير. فجأة كل أهل القرية لفوا علي بنفس اللحظة وبنفس الابتسامة. تسللت بعيد عن الاحتفال ودخلت مخزن قديم بآخر القرية، وهناك لقيت صور معلقة على الطوفة، صور من الستينات والسبعينات والثمانينات. كل الصور فيها شخص غريب واقف بين أهل القرية ويبتسم، لكن الصدمة إن أهل القرية نفسهم كانوا موجودين بكل صورة، نفس الوجوه نفس الابتسامة، ولا واحد منهم كبر حتى يوم. هني قررت إني أنحاش، ركبت السيارة ودس بنزين، لكن كل طريق أخذته كان يرجعني للقرية. مرة مرتين ثلاث، كأن الصحراء كلها صارت تدور حول القرية. لكن أول ما شق النور لقيت أهل القرية واقفين ينظرون بهدوء وابتسامتهم نفسها. وكبير القرية تقدم ناحيتي وهب عبات بيضة على كتفي وقال: أهلا في بيتك الجديد. وبعدها لاحظت انهم مو قاعدين يطالعوني، كانوا يطالعون شيء وراي. لفيت شوي شوي وشفت أول طفل بالقرية، أول طفل شفته من يوم وصلت. ابتسم لي وقال: الحين صار عندنا واحد جديد. وبعد سنة وصل مسافر ضايع لنفس القرية، وأول شخص استقبله كنت أنا، واقف بينه لابس الأبيض وابتسم. بعض الأماكن إذا دخلتها مرة ما تطلع منها أبد.